يا مساء الفل. هنعمل مع بعض النهاردة أسرع وألذ بسكوت في الخلاط، مش هياخد معاكي غير 5 دقايق ويطلع معانا 60 بسكوتة مقرمشة. ده يبقى بتجنن، والحلو فيها هيتشكل من غير أدوات. يلا نشوف المكونات عبارة عن إيه. معانا كوباية إلا ربع سكر، كوباية إلا ربع زيت على زبدة بحرارة الغرفة، معايا بيضتين بحرارة الغرفة، ومعايا 3 كوبايات إلا ربع دقيق، معايا معلقة صغيرة زبدة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقتين كبار كاسترد أو نشا، معايا معلقتين صغيرين كاكاو خام، وربع معلقة صغيرة ملح، ورشة فانيليا. مفيش أكتر من كده. زي ما اتفقنا شغلنا كله هيبقى في الخلاط. هبتدي أنزل بالبيضتين، والبيض معايا بحرارة الغرفة. تمام. بعد كده ابتدي أنزل بكوباية إلا ربع زيت على زبدة، والزبدة معايا برضو بحرارة الغرفة. أنزل بس الكمية كلها زي ما احنا شايفين كده، وكوباية إلا ربع سكر، ورشة فانيليا. وكده هضرب ال3 مكونات اللي احنا اتفقنا عليهم، اللي هي السكر، الزيت على الزبدة، البيض، ورشة الفانيليا، لحد ما احس ان السكر داب تماما معايا في الخليط. تمام. وده كده بيكون شكلها من غير تكتلات ومن غير اي حاجة، والسكر داب معايا وزي الفل. هبتدي انزل بالخليط ده في بولة فاضية. يبقى المكونات اللي احنا قلناها: بيض، زبدة على زيت، والسكر، مفيش اكتر من كده، ورشة الفانيليا طبعا. هنزل بالكمية كلها زي ما احنا شايفين كده، ونحضر معانا الدقيق. الدقيق معايا 3 إلا ربع، من 3 إلا ربع ل3 بالظبط، يعني خلي ربع كده على جنب لو احتاجناه. وبعد كده احط عليها ذرة الملح واقلب حلو قوي، وانزل واحدة واحدة على الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط زي ما احنا شايفين كده. انزل بكمية كده صغيرة، وبعد كده احط البيكنج باودر على الدقيق، ومعلقتين الكاسترد على الدقيق برضو. كده اضمن ان هي اتخلطت حلوة قوي مع الدقيق، واقلب ده كله كويس قوي مع بعض. طبعا الدقيق اللي معايا بيكون منخول وزي الفل. تعودي دايما لما تشتغلي بالدقيق دايما خليه منخول، وابتدي اقلب وانزل واحده واحده. تمام. ما تستعجليش وتحطي الدقيق كله مره واحده، في دقيق عن دقيق بيختلف، فانزلي واحده واحده. حسيتي ان العجينه لسه محتاجه، زودي معلقه او 2. اقلب المكونات كويس قوي مع بعض. يلا بينا نشتغل بايدينا. بايدي هحس اكتر ملمس العجين ناقصه دقيق، ناقصه زبده. نقلب كده بايدينا ونشوف ملمس العجينه يبقى عامل ازاي. ولو حسيتي ان العجينه قاسيه معاكي او ناشفه شويه فيها دقيق اكتر، حطي لها معلقتين زبده او معلقه زبده، وامشي واحده واحده كده هتلاقيها طريه وبقت زي الفل. وباطراف صوابعي وبلم العجينه لحد ما احس ان الدقيق اختفى تماما. شايفين؟ ما تعجنوش عجن زي المعجنات. البسكوت ما بيحتاجش عجنه خالص عشان ما ينشفش منك قوي. تمام. تبقى معايا بالشكل الجميل ده. وبعد الدقيق ما اختفى معايا، هبتدي اقسم العجين لجزئين، جزء بالفانيليا زي ما احنا شايفينه كده، والجزء التاني هيبقى بالكاكاو او بالشوكولاتة. وده انتي وراحتك، يعني حابة الخطوة دي تمام، مش حباها يبقى استغني عن معلقتين الكاكاو، وابتدي اشتغلي عادي. في بولة هقسم العجين، وابتدي احط عليها معلقتين كاكاو خام، وعجن حلو قوي، واعوض الكاكاو اللي احنا حطيناه بمعلقة زبدة عشان تديني الليونة اللي احنا عايزينها، لان الكاكاو بينشف العجين شوية. فابتدي اعوض المعلقتين الكاكاو بايه؟ بمعلقه زبده. واجيب صينيه ألمونيوم مش مدهونه خالص، واجيب قطعه عجين زي ما احنا شايفين كده، وابتدي اسويها بايدي حلو، واحاول ان انا اضغط عليها شويه، وبالسكينه اعمل اشكال زي ما احنا شايفينها كده. في اسهل من كده؟ لا محتاجه ادوات ولا محتاجه ان انت تجيبي فرم للبسكوت وحاجات خاصه. بالسكينه ممكن تعملي الكميه كلها زي ما انت شايفاها كده. ما تحاوليش تكبريها قوي ولا تصغريها، خليها في الوسط كده حلوة قوي.
قطعة عجين زي ما احنا شايفينها كده، واجيب اللي هو الشكل بتاع الكيس الحلواني زي ما احنا شايفين، وبظهره واعمل اشكال برضو. ايه رأيكم في الشكل ده؟ شكله تحفة، مش محتاج رسومات خالص، حاجة بسيطة ناعمة خالص، وطلع في الاخر شكل سيمبل قوي. تمام. معانا شكل تالت، ابتدي اجيب بالمضرب السلك اعمل بيه اشكال زي ما احنا شايفينها كده. اي حاجة عندك شكلي بيها، اي حاجة، ما ترتبطيش بشكل معين. ما عندكيش اي حاجة من اللي احنا قلناها ديت، سكينة واعملي خطوط زي ما احنا عملنا كده بس. يعني سهلة مش صعبة خالص. تمام. انا في برضو بسكوت بس معلش هي ما اتصورتش. شايفين الشكل اللي انا ماسكاه ده اللي هو بتاع الكيس الحلواني؟ شقلبيه برضو هيدي اشكال ورود كده صغيرة تحفة. انا صورتها بس معلش ما جاتش بقى يعني صورت البسكوت في الاخر بس ما جاتش في العمايل وانا بعملها. تمام. هنعمل واحدة كمان بالشوكولاتة بالسكينة. يا دوب بس بتعملي زي خطوط كده خفيفة خالص، تدي شكل تحفة ورقيقة جدا، بس مفيش اكتر من كده. واشيلها بطرف السكينة واحطها في الصينية. ايه رأيكم في شكلها؟ يلا هخلص الكمية كلها وارجع لكم. كده خلصت الكمية كلها. ايه رأيكم في شكلها؟ كان معايا اللي هي الشوكولات الشيبس الصغيرة خالص، يا دوب نزلت فيها العجينة وطلعت معايا بالشكل ده. بتدي شكل الكوكيز شوية بس بتطلع في الآخر تحفة. عندك ما عندكيش ابتدي اشتغلي بأي حاجة. السكينة زي ما احنا قلنا، بتاعة الكيس الحلواني اللي هي البلبلة الصغيرة ديت، مضرب السلك، أي حاجة عندك اشتغلي بيها وتطلع معانا بالشكل التحفة ده. ايه رأيكم في شكلها؟ والله بسكوتة مقرمشة خفيفة، إيه ريحتها تحفة، ما خدتش معايا وقت خالص، طلعت معايا حوالي 60 بسكوتة مقرمشة تحفة. اتمنى تجربوها وصحة وعافية للي يجرب. واتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.